ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه في الجو الساقع ده؟ ايه رأيكم في السمك وجماله؟ تحفة بجد يا جماعة، تحفة والله بجد. الكاميرا ظلماه. جميل جدا ولونه ذهبي، وطبعا الخلطة بتاعته دي جميلة جدا. انا بعملها في البيت عندي، كله يعني بيحلف بطعمها. طعمها جميل جدا. هقول لكم السر بتاعها وطريقة آلية السمك ما يهدرش منك الزيت، وفي نفس الوقت ما يغمقش معاكي الزيت خالص. بتعملي ايه يا حبيبة قلبي؟ بتجيبي السمكة بعد ما بتتبليها بالدقيق، بتغمريها في شوية مية ساقعين او مية من الحنفية لو الجو شتاء، وبتقليها مباشرة على زيت سخن. دي بتوفر معاكي في كمية الزيت ما يعني السمك ما بيشربوش. ده اولا، وثانيا بيحافظ على لون الزيت لحد اخر نقطة فيه، لحد اخر سمكة بتبقى ذهبي، ما فيهاش اي سمار ولا الزيت بيبقى يعني محروق من الدقيق وكده. بتبقى جميلة جدا الوصفة دي. والتوابل بتاعته دي يا حبايب قلبي اللي هي التتبيلة، انا بجيب طماطمايه وبصلايه وكام فص توم، وبحط بصل بودر وتوم بودر وكمون وكزبره وفلفل اسود وشطه وقرن فلفل وجزرايه وطماطمايه، وبفرمهم كلهم عندي في الكبه. وانا هكتب لكم الطريقه كلها في صندوق الوصف. وتاني حاجه كمان هحط لكم في صندوق الوصف الفيديو كامل بالشرح وبالاكل من اول ما عملت السمك والرز الاصفر وكل حاجه مشوي ومقلي. هحط لكم الفيديو في طبعا في صندوق الوصف، وتشوفوا حضراتكم من تكاته من الالف للياء. بحبكم في الله، ويا رب الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. تقدميه بقى مع شويه بقدونس وليمون وطبق سلطه وشويه رز، بيبقى جميل جدا جدا. وكمان بنعمل منه المشوي بيبقى تحفه. جربوه هيعجبكم جدا، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير ومتابعة حلوة للقناة علشان اقدم لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.